يا مساء الفل يا صاحبي، يا اللي دايما شايل همك وحاسس ان التكنولوجيا بتجري وانت لسه بتسأل هو الواي فاي فين. قبل ما ندخل في الجد عندي ليك سؤال لولبي كده، وعايزك تفكر فيه لحد اخر الفيديو. تفتكر ليه الناس بتثق في الجي بي اس عشان تروح الحمام، بس بتثق في نظرها لما تيجي تقيس المسافات بعينيها؟ خلي السؤال ده في دماغك وركز معايا. شوف يا سيدي، احنا النهارده حياتنا كلها بقت عبارة عن ايقونات على شاشة الموبايل. عايز تاكل ابلكيشن، عايز تروح مشوار ابلكيشن، عايز تعرف صحتك عاملة ايه برضو ابلكيشن. تطبيقات دي يا صاحبي ما بقتش رفاهية، دي بقت دراعك اليمين اللي لو اتقطع هتحسس وهتحس ان وانا صاحبك وخايف عليك من التوهان في بحر التكنولوجيا دي. جاي النهارده اكلمك عن نوع معين من التطبيقات بيعتمد على التكنولوجيا، رينج فايندر او محدد المدى. تحديدا تطبيق اشتهر جدا في الفترة دي وهو اسمه 18 برايدز. ما تتخضش من الاسم، التطبيق ده يا بطل هو الجوكر اللي الناس بتمارس بيه رياضة الجولف، وما أدراك ما الجولف. أو حتى اللي غاويين يعرفوا مسافات ومساحات بدقة في أماكن مفتوحة. فكرة التطبيق ببساطة إنه بيحول موبايلك لجهاز قياس مسافات متطور باستخدام الجي بي اس. يعني بدل ما تشتري جهاز بآلاف الجنيهات عشان تعرف المسافة بينك وبين الحفرة اللي عايز ترمي فيها الكورة، التطبيق ده بيقولك المسافة بالظبط قد ايه، وكمان يحسب لك سرعة الرياح واتجاهها، وكأنه مساعد شخص واقف جنبك وبيقولك تشوط ازاي. طيب تستخدم التطبيق ده ازاي صح عشان ما تبقاش زي اللي اشترى عربية فيراري وبيسوقها في حواري؟ اول ما بتنزل التطبيق وتعمل حساب، هو بيطلب منك تحديد مكانك وبيبدأ يحمل لك خريطة الملعب اللي انت فيه. الجميل هنا بقى ان قاعدة بياناته فيها ملايين الملاعب حول العالم بتشتغل بالجي بي اس، ومجرد ما توجه الموبايل التطبيق بيوريك المسافة المتبقية، وكمان بيقترح عليك تضرب الضربة دي بقوة قد ايه بناء على ادائك السابق اللي هو اصلا هيسجله يعني من لعبك فيما بعد. شفت العظمة بقى؟ نيجي بقى لفقرة الزتونة اللي ايه الحلو وايه الوحش في التطبيق ده بناء على كلام الناس في البلاي ستور واللي جربوه. المميزات يا سيدي ان تطبيق واجهته سهلة جدا ومش محتاج مهندس عشان يشغله، ودقة الجي بي اس فيه ممتازة جدا مقارنة بتطبيقات تانية. وفي جزء اجتماعي تقدر تشارك فيه نتائجك مع أصحابك وتعملوا منافسات وتغيظوا بعض يعني. أما العيوب بقى، وعشان أنا دايما صريح معاك، فالناس اشتكت إن التطبيق شفاط للبطارية، يعني لو موبايلك بعافية شوية ممكن يفصل منك في نص الملعب. كمان النسخة المجانية كويسة، بس المميزات الجامدة قوي زي تحليل الضربة بالذكاء الاصطناعي دي بفلوس واشتراكها مش رخيص. ما هو طبعا اللي بيلعب جولف يعني مش هيفرق معاه. وهنا يجي بقى السؤال اللي بيحيرك دايما، هو المطور ده فاتحها جمعية خيرية بيكسب منين طالما التطبيق مجاني؟ بص يا ناصح، مفيش حاجة ببلاش إلا العمى والطرش. المطور بيكسب بطريقتين، الأولى المباشرة هي الاشتراكات البريميوم اللي بتفتح لك مميزات مقفولة، الطريقة التانية والمخفية هي البيانات. التطبيقات دي بتعتمد على الموقع والجي بي اس، بتجمع داتا عن تحركاتك وأماكن تواجدك، ودي كنز للمعلنين وشركات التحليل. فخليك واعي وما تديش صلاحيات لأي حاجة وخلاص. طيب لو 18 برايدز مش عاجبك أو حسيته تقيل على قلبك، أنا مش هسيبك، في بدائل تانية زي تطبيق جولف شوت، وده مشهور جدا ودقيق. وتطبيق تاني اسمه هول 19، ده بيمتاز بأن واجهته بسيطة جدا للناس اللي ما بتحبش الدوشة. نرجع بقى لسؤال الحلقة، ليه بنثق في الجي بي اس ونخاف من نظرنا؟ الإجابة يا صاحبي إن الجي بي اس مبيكدبش، مبيجاملش، لكن عينينا ومخنا ساعات بيخدعونا، بنشوف الحاجات قريبة وهي بعيدة، أو سهلة وهي مستحيلة. عشان كده التكنولوجيا اتعملت مش عشان تلغي عقلك، ولكن عشان تديك الحقيقة المجردة وتساعدك تاخد القرار الصح. فحمل التطبيق وجرب، وما تنساش تدعيلي في الكومنتات. اشوفكم على غير في فيديو جديد، سلام.